والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج ونحن في خير وعافية، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك ورحمتك يا كريم، واحفظ قائدنا زكزكي بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. a yau wannan fita ta mu tana fita ta sauke takalifin da yake wuyanmu, takalifi wanda yake wuyan duk wani mutum da duk wani musulmi, wanda annasu sinfan imma akhun laka fi din aw nazirun laka fil khalq, wato mutane kaso biyu ne, ko dai addini ko kuma dan uwanka wanda yake tsaranka a halitta. Al'ummar Falastin 'yan uwanmu ne a addini kuma 'yan uwanmu ne a halitta, don haka tsayuwa gare su tsayuwa ne ga kawukanmu. Wannan takalifin da muke saukewa takalifi ne da Imam Ali ya neme shi a wurin 'ya'yansa Hassan da Husaini cewa kuna lizzalimi khasma walil mazlumi auna, ku kasance ga duk wani azzalumi masu husuma, ku kasance masu taimako ga raunana. Fitarmu wannan yana nufin mun fito domin amsa wannan kira da kuma tabbatar da wannan kasancewa tare da mazlumai da barranta kai ga azzalumai. Abin da yake faruwa a yau a faɗin duniya baki ɗaya, musamman a nan gabas ta tsakiya, idan yana nuni zuwa ga wani abu, yana nuni zuwa ga ƙarin fata ga al'umma raunana cewa nasara tana kusa insha Allah. Sannan kuma imamul hujja da muke saurare yana kusa da zuhuri ta minna zilla, hayhata minna zilla, hayhata minna zilla. Allahu akbar, ku amsa takbir, ku ɗaga sauti, kalmar Isa ku farfaɗe ta, saƙo-saƙo, kararo-kararo. Kalmar Allah ita ce a sama, kalmar kuffar dole ta yi ƙasa. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا خمنئي، لبيك يا خمنئي، لبيك يا الزكزكي، لبيك يا الزكزكي، لبيك يا الزكزكي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذا اليوم يجتمع المؤمنون في كل بقاع العالم لتجديد البيعة مع إمام هذه الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أول من صرخ صرخة القدس الأبية. هذا اليوم يوم القدس العالمي، نحن هنا لتلبية ذلك النداء الذي انطلق قبل أكثر من 40 عاما لنصرة القدس الشريف، هذه الأرض الإسلامية المغتصبة من أيدي اليهود الصهيونية. اليوم نحن هنا لتلبية نداء ذلك القائد العظيم، وكذلك للسير على نهج إمام هذه الأمة الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي، وكذلك لتجديد البيعة لولي أمر المسلمين آية الله السيد مجتبى الحسين الخامنئي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك تلبية لنداء قائد
قائدنا الشيخ إبراهيم الزقزقي أطال الله بعمره. هذه الجموع المؤمنة هي طلبت ذلك الشيخ المجاهد الذي رفع راية الحق في أفريقيا، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق وأن لا نحيد عنه طرفة عين، لأنه طريق أهل البيت، لأنه طريق العزة والكرامة. فلنقول بصوت واحد: لبيك يا إمام، لبيك يا إمام، لبيك يا خميني، لبيك يا خميني، لبيك يا خامنئي، لبيك يا خميني، لبيك يا خامنئي، لبيك يا خميني، لبيك يا زقزقي، لبيك يا زقزقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وصلاتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتجاهل الزمان علينا. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع يا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.